عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الوفاء تي في، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الدين والحياة. النهاردة هنتكلم عن حديث الساعة. حديث الساعة هو الاعتداء الصهيوني على الفلسطينيين. طبعا احنا كلنا عارفين ان القضية دي بتثير يعني كتير قوي غضب ناس كتير في قتل أبرياء. احنا عايزين النهاردة نعرف رأي الإسلام وإيه دور المسلمين في حل القضية الفلسطينية، في الاعتداء الصهيوني على الفلسطينيين. معانا النهاردة فضيلة الشيخ هيوضح لنا كل اللي احنا نحب نعرفه. فضيلة الشيخ محمد جمال من علماء الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا استاذتنا، يا مرحبا، اهلا وسهلا. احنا طبعا عارفين ان القضية ديت بتثير غضب ناس كتير قوي، بالذات لما بيدخل فيها قتل أبرياء، قتل روح ملهاش أي ذنب غير إن هي اتولدت في أرض محتلة، مدعمة أمريكيا، مدعمة بكل حاجة، فيها دماء، يعني فيها غضب للناس فيها. طب إيه رأي الإسلام وإيه دور المسلمين اللي يقدروا يعملوه في الفترة دي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اسمحي لي أستاذتنا إن الأول أقدم الترحاب لحضرتك ولجمهورك العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الشعب الفلسطيني على هذا الكيان الصهيوني. اللهم إنهم ضعافا يا أكرم الأكرمين فقوهم، اللهم إنهم ضعافا فقوهم، اللهم إنهم عطشا يا ربنا فاسقهم، اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك فانصرهم، اللهم انصرهم على أعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسدد رميهم، اللهم عليك يا ربنا بهؤلاء اليهود، اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم لا تحقق يا ربنا لهم غاية، ولا ترفع لهم يا ربنا لهم راية أبدا، وحرر المسجد الأقصى من يد اليهود، وارزقنا فيه يا ربنا صلاة قبل الممات وصلاة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحي لي أستاذتنا في بداية الأمر إن أقول لحضرتك: أخبروا عمرا، أخبروا صلاح، أخبروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلكم البطل العملاق الذي قال حضرة النبي صلى عليه الصلاة والسلام، الذي قال حضرة النبي في حقه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، الذي قال في حقه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إيه يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا أي طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غير طريقك يا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب الذي لم يهدأ له بال ولم تنام له عين، عشان خاطر اللي النهاردة عمالين يضحكوا ملء أفواههم وبيناموا ملء عيونهم، وبيت المقدس الآن محتل في يد اليهود. سيدنا عمر بن الخطاب لم يهدأ له بال إلا أن فتح بيت المقدس واستلم مفاتيح بيت المقدس بيده. سيدنا صلاح الدين، أخبروا صلاح الدين، ذلكم البطل العملاق. صلاح الدين يا أستاذة ما كانش يضحك أبدا، ولما سئل في ذلك قال: كيف أضحك وبيت المقدس في يد اليهود؟ أخبروا عمرا، أخبروا صلاح أن القدس ينادي: هل من ناصر لي؟ أخبروا عمر بن الخطاب، أخبروا صلاح الدين أن العرب قد انشغلوا بكره وأحقاد، وشغلوا وحربوا أنفسهم بالسلاح. أخبروا عمرا، أخبروا صلاحا أن القدس ينادي لم يؤذن أذان الصباح. طبيعة اليهود يا أستاذة أنهم لا عهد لهم ولا دين لهم. عشان ما تطلعش تقول لي والكلام ده قلناه مليون مرة: مفاوضات سلام. مفاوضات سلام مع مين؟ ومعاهدة سلام مع مين؟ إذا كان هم نقضوا العهد مع ربنا،
إذا كان نقضوا العهد مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى أستاذ اللي خلقنا وخلقهم وأدرى بينا وبيهم، اللي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال لنا عنهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ طرد يهود بني قينقاع من المدينة عشان خاطر كشفوا امرأة. وإحنا النهاردة شايفين ستات عمالين يعتدوا عليها في فلسطين، وشايفين أطفال عمالين يقتلوا ويذبحوا على مرأى ومسمع من العالم. ويطلع النهاردة بايدن بتاع أمريكا يقول لإسرائيل إن كل الدعم من دولة أمريكا لإسرائيل على مين؟ على شوية ناس غلابة. أين العرب؟ أين المسلمون؟ وربنا تبارك وتعالى أستاذة بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فين الإعداد؟ فين النهاردة لما الاتحاد الأوروبي كله حاطط إيده في إيد بعضه على شوية ناس عدد قلة؟ أين العرب؟ اليهود يا أستاذة قالوا على ربنا سبحانه وتعالى، وصفوا ربنا بكلام صعب، وقالوا على ربنا كلام ما هوش فيه. تخيلي اللي قالوا على ربنا فقير، قالوا على ربنا إيه؟ فقير. ربنا تبارك وتعالى الغني قالوا عليه فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. بل بالعكس، ده قالوا على ربنا إن إيديه مغلولة. عارفة يعني إيه إيديه مغلولة؟ بيقولوا هو ربنا ماسكها علينا ليه؟ هو ربنا مش عايز يبحبحها ليه؟ ولذلك ربنا قال وقالت اليهود يد الله مغلولة. ربنا رد عليهم الغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود يا أستاذة تعبوا معظم الأنبياء، بل كل الأنبياء، وقتلوا بعض الأنبياء. اليهود يا أستاذة اللي اتهموا السيدة مريم في عرضها. أنا بقول لك دين ربنا سبحانه وتعالى صور لنا المشهد ده في القرآن. يعني تخيلي اللي قالوا على ربنا والعياذ بالله أنه قد زنى بمريم وأتى منها بعيسى. والله وربنا صور المشهد ده في القرآن. يجي الجماعة اليهود للسيدة مريم يقولوا لها يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. خدي بالك، هم بيقولوا لها أبوك كان راجل محترم وأمك ست محترمة. انت عرفت طريق الغلط دوت ازاي؟ هي واخدة الأوامر من قبل كده. اللي يجي يتكلم معاكي اوعي تفتحي بقك معاه. فقولي إني نذرت للرحمن إيه؟ صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. بس اوعى تفكر إن يا أخت هارون اللي هي أخت سيدنا هارون أخو سيدنا موسى، لا، يا أخت هارون أي في الزهد والورع. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. عملت إيه؟ فأشارت إليه. ده ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول لنا أنه على كل شيء إيه؟ قدير. فإذا أراد الله أن يخلق من غير أب ومن غير أم خلق آدم عليه السلام. وإذا أراد أن يخلق من أم دون أب خلق من أب دون أم خلق السيدة حواء عليها السلام. وإذا أراد أن يخلق من أم دون أب خلق عيسى عليه السلام. وإذا أراد أن يخلق من أب وأم خلق سائر الخلق ليعلم كل الخلق أن الخالق على كل شيء قدير. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب. الآيات هم دول اليهود. يعني تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى ده تعبوا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تعبوه. يعني تخيل إن ربنا بينزل عليهم المن والسلوى. إيه المن والسلوى؟ سمان وعسل. ديليفر يا مولانا نازل لهم من السماء جاهز. لا هم بقى هيروحوا يجيبوا أكل ولا هيعملوا أكل ولا هيدفعوا فلوس، ومع ذلك بينزل عليهم المن والسلوى. هم دول اليهود. خالف تعرف، لازم الكل يعرف الكلمة دي. لا عهد لهم ولا دين لهم ولا أمان لهم. طب فضيلة الشيخ نحب برضو نعرف يعني دلوقتي كل مسلم في إيده إيه يعملها؟
نعمله ان احنا دلوقتي عاوزين ندعم زي ما امريكا بتدعم اسرائيل وبتدعم الغلط وبتدعم القتل الابرياء احنا عايزين الاسلام يدعم المناصره، وازاي نقف مع اخواتنا الفلسطينيين، وازاي نقف مع الابرياء اللي بيتقتلوا كل يوم. بنسمع عن اطفال وعن شهداء وعن مستشفيات وعن جرحى وعن يعني اسر بتتشتت وبيوت بتتهدم. احنا يعني كلنا واقفين كعرب بنتفرج. طب ايه ده اللي الرسول قال عليه الصلاة والسلام؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. هو ده اللي بيحصل النهاردة، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة سألوا سيدنا النبي ده عشان تتحقق نبوة حضرة النبي، قالوا يا رسول الله أو من قلة يومئذ نحن؟ هنكون عددنا قليل؟ العرب النهاردة 2 مليار وشوية عيال صيع، ما هم إسرائيل دول شوية عيال صيع لا عدد لهم، ومع ذلك عاملين رعب للعالم. يا أستاذة، البت الصحفية الإسرائيلية قالت كلمة لما اتسألت متى ينتصر المسلمين على اليهود، قالت كلمة: يوم أن يكون عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. شوف الناس في صلاة الجمعة بتبقى عاملة ازاي. يوم ما نرجع لربنا، ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا على اليهود. ما هو ربنا قال كده: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري. المصيبة النهاردة الاتحاد الأوروبي كله حاطط إيده في إيد بعض، وإحنا العرب قاعدين بنتفرج. إيدينا في إيد بعض، قاعدين بنتفرج. نجحوا زمان إن يفكوا الاتحاد السوفيتي، النهاردة هم عملوا اتحاد ليهم، الاتحاد الأوروبي. شوف يا أستاذتنا، أنا عايز بس أبشر إخواتنا على أرض فلسطين: اعلموا أن الله معكم، واعلموا أن الله ناصركم، واعلموا أن الله مؤيدكم مهما كان قلة عددكم. الصحابة في غزوة بدر ومعهم الرسول عددهم قليل. تخيل يا أستاذة، عدد الصحابة مع سيدنا النبي في غزوة بدر 300 راجل، 300، وما كانش معاهم غير فرسين. طب عدد المشركين في غزوة بدر كانوا قد إيه؟ 1000 راجل. يعني أنت بتتكلمي في 3 أضعاف، وكان معاهم 70 فرس، ومع ذلك انتصروا المسلمون وهم قلة في غزوة بدر. ليه؟ عقيدة، دين، عندهم إيمان في ربنا أن ربنا هينصرهم. وربنا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة، عددكم قليل. عايز أقول لهم إخواتنا في فلسطين: اعلموا أن الله معكم وأن الله مؤيدكم، وقاتلوا من أجل قضيتكم. اوعى تسيب أرضك لحد، اقف. وهذا عهدنا عن إخواتنا الفلسطينيين يا أستاذة أنهم أبطال ورجال. أنا أرى الآن اللي إحنا النهاردة ما بقاش عندنا غير شوية دعايات بس، معلش بصراحة. أيوة صح. العرب إحنا بنطلع نهيص ونطلع نتكلم وخلاص، لكن فعل مفيش إلا ما رحم الله. والاتحاد كله النهاردة الأوروبي حاطط إيده في إيد إسرائيل وأمريكا كمان على الفلسطينيين. أقول لإخواتنا الفلسطينيين: اعلموا أن من استشهد منكم فقد اصطفاه الله تبارك وتعالى للشهادة. خلي بالك يا أستاذة، مش أي حد ربنا بيديله الشهادة، دي منزلة كبيرة، إلا اللي ربنا بيصطفيه. أنت عارفة سيدنا زكريا لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى اللي يرزقه الذرية الصالحة، ربنا قال إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. اللي سماه يحيى مين؟ ربنا. طب سماه يحيى ليه؟ قال لأنه سيموت شهيدا ويحيى حياة الشهداء. فاللي سقط من إخواتنا الفلسطينيين على أرض فلسطين هؤلاء شهداء، قال ربنا عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت عارفة يا أستاذة، الشهيد ده يقول لك الوحيد اللي لما بيقابل ربنا يتمنى يرجع الدنيا تاني مين؟ الشهيد، لما رأى من منزلة الشهداء عند الله.
اسمعوا سيدنا النبي بيقول ايه، بس والله ما انا قايل لك الا لما تصلي عليه. سيدنا النبي بيقول يعطى للشهيد 6 خصال، ربنا بيديله 6 هدايا. الشهيد ده عند اول نقطة دم تنزل منه يكفر عنه كل خطيئة. يا سلام، كل ذنب عمله ربنا ايه؟ يغفره له. طب احنا عايزين حاجة تانية؟ ما كفاية دي؟ لا، ده في مكافآت وفي حوافز، مش مجرد مرتب بس. يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويحلى بحلة الإيمان ويؤمن من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوجه الله ب72 امرأة من الحور العين. في رواية بقى أستاذ الرسول قال إيه؟ أنا برضو عايزكم تصلوا عليه الصلاة والسلام. ويشفعه الله في 70 واحدا من أهل بيته. ربنا يشفعه في 70 واحد من أهل بيته. الأطفال اللي ماتوا هناك دول، المناظر اللي تقطع القلب وتوجع. أيوة، ده اللي بنتكلم فيه النهارده. لما نلاقي النهارده أطفال بطنها بره، ونلاقي النهارده بيوت عمالة تتهدم، حاجة يعني بصراحة فعلا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. الواحد والله يا أستاذة ما عارف يشوف للنوم طعم، وإحنا شايفين المسلمين النهاردة بيتدبحوا، والعرب في أرض فلسطين، ورسول الله، ودي رسالة لكل العرب، رؤساء وملوك وشعب. الرسول قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللي ما يهتمش بأمر المسلمين ما يبقاش منهم إطلاقا. إذا أردنا أن ننتصر على اليهود فعلينا بالرجوع إلى الله وبالصلح مع الله، وعلينا أن نعد لهم العدة، وأن نقف مع أخوتنا الفلسطينيين وأن نؤيدهم، ومحدش ياخد خطوة إطلاقا إلا تحت القيادات المسؤولة في الدولة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أخوتنا الفلسطينيين، إنه ولي ذلك ومولاه. الله يفتح عليك يا رب. ونتمنى كلنا يعني كل أعزائنا المشاهدين يكونوا سمعوا الحوار دوت، ويكون يعني حقيقي ياخدوا موقف ويبقى ايد واحده وربنا معاهم. ونتمنى كل دعوه حضرتك دعيتها تكون مستجابه يا رب، وكلنا بنأمن على كلامك يا رب. امين يا رب. شكرا. اعزائي المشاهدين، وصلنا لختام هذه الحلقه. اسمحوا لي اشكر الشيخ محمد. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.